التحقيقات تدل ان في فاشينيستا متورطه في الاتجار بالبشر، مو بس كذي، التجاره في الاعضاء تحت عنوان خرج ولم يعد. اللي حاصل كالتالي: قصتنا اليوم على حوراء، الشخصيه المعروفه في حبها للسفر، تسافر اماكن غريبه سواء كانت افريقيا ولا جزر معينه في الفلبين او وين ما كان في المعموره. قررت يوم من الايام انها تبي تسوي محتوى كامل عن كوريا الشماليه. ليش كوريا الشماليه؟ قالت انا بكون اول كويتيه تروح لكوريا الشماليه واوثق اللي قاعد يحصل هناك. بعد ما حجزت وسوت وراحت المطار وكذا، ومن الكويت الى الصين ومن الصين دخلت الى كوريا، طبعا هي يعني مليون بالمية لقت التعامل السلبي جدا من الكوريين الشماليين، لان هم منعزلين. هي كانت عارفة هذا الشيء وكانت حذرة، لكن بنفس الوقت كانت تتأذى في بالتعامل معهم. التاكسي محسوب عليها من الدولة، الفندق اللي هي بتسكن فيه أيضا محسوب من الدولة، وهي مراقبة 24 ساعة، ما تروح سوقة إلا بسوقة معينة، وهكذا. اللي لازم تعرفونه ان حوراء من اول ما طبت المطار الى ما وصلت الفندق كانت تسمع نفس الصوت، سواء كان من الاذاعه سواء كان بالمطار، كوري، بس نفس الجمل. هي ما تفهم الكوري لكن الجمل هي واحده. ما استوعبت، قالت ان هذا ممكن شيء عادي طاف. ثالث يوم وهي هناك تصير عليهم مداهنه، دخلوا ومسكوها غطوا راسها ودخل على التحقيقات عندهم. شو السالفه؟ شو الموضوع؟ مو فاهمين ولا شيء، الا لما يقول لها واحد يتكلم طقطق انجليزي قال لها انت متهمه بالتخابر بالتعامل ما بعرف ايش. وين الدليل؟ والله صورك اللي موجوده في التليفون ان انت شايل علم امريكا ورايحه امريكا. زين اوكي، انا اسافر، لا اي واحد يروح امريكا معناته ان هذا جاسوس ومو بتلشت مني يمين يسار عمك اصبح. السجن وسخ، حشرات، قذر. شنو قاموا يسوون فيها؟ قاموا يعذبونها نفسيا. يوم ما يخلونها تنام يدخلون عليها غاز، يوم يكثرون بهالحشرات، يوم يشلون حركتها بإنجكشن يحطون لها اياه وتطيح والحشرات تمشي عليه. يعذبونها نفسيا ويدمرونها نفسيا. والملاحظ بالسجن ما كان بس سجانه موجودين، لا، كان في ناس لابسين مثل بلسوت غريب. يعني الموضوع مو بس انه سجن، لا، كان في ناس لابسين نفس البلسوت او مال الدكاتره. استوعبت ان هي مو موجوده هني لتهمه، لا، الشيء يلعن كذي. بعدين دخلوا كاهن. هذا الكاهن الكلام اللي كان يردده هو نفس الكلام اللي كانت تسمعه بالمطار، هو نفس الكلام اللي كانت تسمعه بالراديو، هو نفس المكان. نهاية حوراء شنو؟ التقارير الأخيرة تقول أن حوراء ما ردت ولا يعلم عنها خبر نهائيا، لكن أحداث مشابهة صارت لناس تم بيع أعضائهم على أساس أن يتم سداد بعض الفواتير، وخصوصا إذا كانت هذه الأعضاء من أمريكي أو عربي أو أنه قاعد يتاجرون فيها. وصلت من التحقيقات أيضا رسالة مفادها التالي: أنت تحتاج علاج نفسي إذا صدقت كل حرف قاعد يطلع مني.